كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان راجل خياط كان معروف بصنع قماش السفن الشراعية. يبدأ أول السنة يخيط في القماش الكبير ويبيعه آخر السنة لأصحاب السفن. في سنة من السنين راح الخياط في آخر السنة زي عادته علشان يبيع قماش السفن لأصحاب السفن. اتفاجئ الخياط بأن تاجر من التجار سبقه وباع القماش لأصحاب السفن. اتصدم الخياط صدمة كبيرة كده، راس المال ضاع وخسر الخياط تجارته. قعد الخياط يفكر وهو مهموم وحزين، حط القماش قدامه وقعد يفكر في اللي جراله. هعمل ايه بكل القماش ده، وازاي هعوض خسارتي؟ يا رب دبرني. اللي رايح واللي جاي يتريق عليه ويقولوله هتعمل ايه بكل القماش ده؟ نقولك اعمل منه سراويل والبسهم. دي ما كانتش نصيحة، كان سخرية واستهزاء وعدم تقدير للموقف اللي فيه الخياط. يزعل الخياط، يتضايق، يقعد يعيط ويزعل من الكلام اللي قالوه؟ أبدا. رجع الراجل لبيته وقعد يفكر كويس في اللي حصل معاه وفي كل كلمة سمعها من أصحاب السفن، سخرية، استهزاء، كل الكلام اللي سمعه أخد بيه وكأنه نصيحة من ناس قلبها عليه. قام الخياط في الحال وبدأ فعلا يصنع سراويل من قماش السفن. وتاني يوم أخد السراويل وراح لأصحاب المراكب وفضل ينادي عليهم: مين عاوز سروال مصنوع من أقوى قماش؟ مين عاوز سروال يتحمل معاه ومهما اتغسل ولا عمره باش؟ مين عاوز سروال خامته حلوة سعره بسيط تقول ببلاش؟ ويلف الخياط ويدور الخياط وينادي بين أصحاب المراكب يتجمعوا حواليه، تعجبهم السراويل ويبيع الخياط كل السراويل بربح بسيط. مش بس كده، ده كل اللي أخد منه سروال طلب منه يعمل له سراويل تانية، فوعدهم يعمل ليهم المزيد والمزيد وبأسعار بسيطة مش غالية. اشترى الخياط القماش وبدأ يعمل سراويل أشكال والوان وعمل ليها إضافات وتحسينات، زود جيوب وعمل منها مقاسات. شغلانة بسيطة وسهلة وما بتاخدش وقت كتير. يروح الخياط ويبيع السراويل، أصحاب المراكب والسفن تشتري منه كل اللي معاه. الخياط بقى يصنع سراويل كل أسبوع، بقى يبيع كل أسبوع، يكسب ويربح طول السنة ربح كتير مش قليل. بعد ما كان بيشتغل طول السنة ويكسب آخر السنة، لا، بقى يكسب كل يوم. شوفوا الخياط موقفش متكتف في مكانه ولا قعد يندب حظه ويشتكي زمانه، وبجهد قليل حول الأزمة لنجاح ملوش مثيل. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان. استنونا في نفس الميعاد وقصة جديدة من قصص ذكاء العرب، حدوتة عربية باللهجة المصرية.